إسرائيلية هبطت في المغرب وتزودت بالوقود وشنت غارة على حمام الشط وقتلت 250 شخص نصفهم فلسطينيين وتوانسي. ثواني رضا ثواني، خلينا نرحب أخونا فارس حبيب قلبي واخوي وعزيز وغالي على قلبي. حبيبي يا فارس، الله يخليك. يعني ما في نزاهه في الموضوع ولا في الحكي. السلام عليكم ابو ابراهيم. رضا روحي خير روحي خير. خليك يا ليلى. اخوي فارس كيفك؟ هذا اللي طلع معك يا ليلى، ما في نزاهه في الموضوع وما في يعني ليلى تقول لك اسرائيل يعني اذا بختلف معك مثلا تتحكم في العالم. ليش ما تحكمت في الجزائر؟ ما دام انه اسرائيل قوه وتتحكم في العالم، ليش ما تحكمت في الجزائر؟ حمزه السؤال تاعي تنجم تواجبني عليه فقط ولا تتحكم في نفسها. رضا دقيقه اخويا، نجم تواجبني على السؤال تاعي؟ والله اخويا انت كلام انا والله ما سمعت السؤال ديالك بحكم انك تهضر بشكل طفولي. ما اسمع من غير اسمع. فاتسا دبوتانا اسكوتشا وانا غادي نهضر معك بلغه انت ما غاديش تفهمها، سمعتني باش نفهمها لك. تكلم صاحبي هضر دغيا كي تهضر هكا انت مازال في ترضع في صبعك، راك تقول لي انت راك ساعه نسولك دروك حاجه واحده اخرى بيرسونيل. انت راك تحكم عليا باللي انا نرضع الحليب. شحال في عمري انا؟ ماشي سوق اخويا، شنو في عمرك؟ اش داني؟ ايوا كيفاش تتحكم عليا باللي انا نرضع الحليب؟ ماشي ترضع عقلك باش الحاجه تشوف انت بلاتينا كنت تقولنا باللي طريقه واحد هضرت معاك عادي. انت تبغي تخرب فيا. اسمع انت تخرب فيا، انا مانيش باغي نخرب فيك، مصباحني شاد روحي انا ديجا على سبه وانت راك تخرب فيا. سمعتني غادي نديرها لك في راسك. دونك قادر روحك، اسمع قادر روحك يقادروك. شوف يملوك الملائكه ما تقدرش روحك. قدر روحك انت الاول صاحبي. ملي كنت كنتكلم عن شي حاجه دونك اسمع الوجب تاعي قلت لك من بعد كنت تقولنا باللي ما على بالناش باللي اليهوديين المغاربه يقتلوا الفلسطينيين. دروك مين على بالك؟ ضمير تاعك تبدل ولا ما تبدلش ناحيه فلسطين؟ سهله سؤال. تبدل ضمير دروك تعرف. اخي الجزائري عندنا واحد المثال عادي يقول لك فلان ماتوا سواء ندير عليهم كروه افي كيما يقول لك لا نقاش ابدا. والحجره مدوا. الله يهديكم انتم والله العظيم الله يهديكم. راكم تطرح واحد السؤال ماشي راح تلقى الاجابه والاجابه واضحه من الاول. يمكن ان يغير رايه من اي حاجه الى من القضيه الفلسطينيه. بغيت نديمها كيما يقول لك شهد عليها ربي وعباده. شاهد حنا تكلمنا اخويا سولتيني على العلاقه المغربيه، على العلاقه علاش طبعت يعني المغرب مع دوله اسرائيل. شنو كان الرد ديالك؟ ضميرك انت ماشي العلاقه ماشي كواغ. ضميرك انت كانسان. دقيقه انا عندي مشكله. انا هذا هو النقطه اللي كنت راح نتكلم فيها انايا. حمزه قريت الاتفاقيه الثلاثيه بين المغرب وامريكا والكيان الصهيوني ولا ما قريتهاش؟ لا ما قريتهاش. روح تقراها وليد الناس. خويا انت بعدا كولد الناس. انت بعدا اخويا غير حيد ديك صوره السناب شات ديال العكار ما تهضرش. سير اصاحبي بدل ديك التصويره بين ما هذا صاحبي. انت داير اصلا درتي اليوم لايف. روح نحي هذاك التريكو اللي لابس تاع الليوطي. انت يا وليد الليوطي انت انتم شوها في العالم راك تحكي علينا حنايا. هذاك التريكو اسمع بلع فمك بلع فمك وترجل صاحبي يا بلع فمك. انت يا وجهك راهو كي المرايه. وجهك وكي المرايه. حواجبك راهم منقطين وحده بوحده. يا واسمع الكلام. نعرفوكم حنا نعرفوكم حنا يا الجزائريين نعرفوكم واش تسواو. نعرفوكم من بكريه او نعرفوكم باللي الاخر فيكم اللي طلع اسبانيا شويه عليك تنفس اصاحبي. طلع بلازيلي طلع معايا. يا واسمع الكلام بلع فمك. بلع فمك يا بلع فمك وغتكلم شويه. طالب يا موفق كلامي موجه لك. يا كلامي ماش نحكي معاك. انا نحكي مع صاحب اللايف ما تفهمش. يلا تفضل يلا تكلم وليدي مع صاحبك. تفضل يا فارس. تفضل فارس. موفق. الاتفاقية التي يجهلها جميع المغاربة يجهلون هذه الاتفاقية وهي موجودة. المشكل أنها موجودة في الموقع الرسمي للولايات الأمريكية المتحدة في المغرب.
يمكن لاي شخص انه يدخل لهذه الاتفاقيه ويقراها عادي، يقرا هذه الاتفاقيه. في البنود تاع هذه الاتفاقيه يقول لك انه المملكه انه الولايات الامريكيه المتحده تعترف بمغربيه فلان 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 في الصحراء وهكذا، وستفتح قنصليه في الداخله، وستفتح شركات للاستثمار في اقليم الصحراء. هذا بين امريكا والمغرب. وبين المغرب والكيان الصهيوني انهم يعترفان لبعضهما بالسياده على الارض وترخيص الرحلات وإعادة العلاقات الأخوية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومنايا، وإعادة فتح مكتبي الاتصال في المغرب وتل أبيب. ويقول لك اتفقت الأطراف الثلاث على ما يلي: الالتزام الكامل والاحترام لجميع الترتيبات التي تم ذكرها. ويقول لك يجب تطبيق هذه الترتيبات قبل متمة يناير 2021. ويقول لك تتعامل هذه الدول في الاتفاقية في إطار ثنائية وثلاثية. كي تمشي يا موفق لسنة 2021 يعني يناير 2021 متمة يناير 2021 تلقى أن الكيان الصهيوني لم يعترف للمغرب بمغربية الصحراء، وتلقى أنه الولايات الأمريكية المتحدة لم تفتح قنصلية في الداخلة ولم تفتح شركة واحدة في إقليم الصحراء. وبهذا فإن أكبر تقوليبة تقولب بها المغرب سنة 2020 هي تقوليبة التطبيع، وهذا ما يخفيه النظام المغربي على الشعب المغربي الجارح. بارك الله فيك السي موفق، وربي يحفظك، وكل عام وانتم بألف خير. روحوا شوفوا الاتفاقية راهي موجودة. نورت ما تسولنيش اخويا، والسلام عليكم. لا موفق انت اللي ماكش تجي لعندي، اسكت خليني نهضر مع الناس. خليني نهضر مع احبابيه. هبط يا صاحبي والله فارس الله يسلمك. انت فمك مقيح انت تسمو اخويا غير مع صاحبك ايش دخلك؟ لا تاكل فيك ولا اقرا على القناه؟ ثواني يا جماعه، ثواني فارس هتكلم مع الاخ فارس بس ثواني. فارس بس حبيبي فارس بس هبط اللايف بحكي معك ان شاء الله. جاء عندي ابو ابراهيم وجاء عندي رضا وابو زيد كانوا عندي كامل في اللايف. والله كنت مشغول والله لولي، والله كنت مشغول والله. هو ابو ابراهيم يحكي لك على اللايف تاعي موفق، هو ابو ابراهيم يحكي لك على بس اشرح لنا المغاربه ليش اجلوا عيد الاضحى لثاني يوم؟ قال لك لترتيبات الصهاينه الموجودين في تل ابيب، يعني باش ما ياخذوش 5 ايام ياخذوا 4 ايام فقط. بلاصتك بس شوي طلع. لا موفق، خلي جزائري حر. انا لاني نازل. سلام عليكم وبارك الله فيكم. نتصل بكم بعد موفق. لا موفق والله لا مشغول، قسما بالله غير مشغول. الله يعطيك الصحه يا فارس، كل عام وانت بخير. يا امين يا رب العالمين. موفق غدوه ان شاء الله نتصل بك في النهار. موفق غدوه في النهار نتصل بك ان شاء الله. حمزه ليش اجلوا العيد عندكم في المغرب؟ اخي موفق اوكي انا السؤال سالوا العمان، عمان كمان عندهم نفس القضيه. عمان راح يوم الخميس عندهم العيد، باكستان عندهم العيد. علاش اخويا المغرب شو دار لكم المغرب؟ ماذا فعل لكم المغرب؟ والله ما سمعنا الا في المروك يا حمزه، كمان دخلنا. نتحداك اذا حتى في عمان. أنا عمان حتى في عمان. يعني هلا اذا الباكستان اجلوا العيد يا حمزه، يعني انتم لازم تعملوا مثل يعني انتم بتقلدوا، لازم تعملوا مثل الباكستان مثلا يا صديقي. يقلدوا هم اليهود وراحوا لهم يطبعوا معهم. بالله يا اخوان واحد الكلمه ما عندوش الحوار كاع والله ما كاين صح. ما كاينش واحد كيدخل ربي. طب هلا هذا الاشي حلال عندكم يا حمزه؟ كاين الصوت اخوتي. الاشي حلال هذا يأجلوا العيد؟ حرام شرع الله حرام ياك. خلينا نشوف الاخ كريم، اخونا كريم تفضل. اسمع يوم الثلاثاء ان شاء الله تلغي عيد شرع الله. المغرب سيصوم ان شاء الله يوم الثلاثاء، والخميس ان شاء الله راح يكون عندنا عيد الاضحى.
يعوذ بالله يعوذ بالله يعوذ بالله غيرت يعوذ بالله يعوذ بالله غيرنا. انا يعوذ بالله الله يعافيكم الله ينصرها الدولة، الله يقصفها الدولة الجارة، الله يقصفها الله يقصفها سكينه واحكي من المراركه بدي انتحر لاجلهم. الله يقصفها الله يقصفها الله يحييها مدلي من قريب. يعوذ بالله يعوذ بالله بدي انتحر واحكي من المراركه. مش عارف شو سبحان الله والله العظيم. الله تعرفها بالثلاث ونعيد الاضحى بالاربعاء تغيروها بالخميس. فيكم الحقد والبغض على المغرب يا صاحبي. شوف ان شاء الله المغرب الحمد لله يا حمزه المغرب ثواني المغرب 2023 اقسم بالله العظيم هذا مش حقد، هذا مش حقد يا حمزه، هذا مش حقد، هذا مش حقد، بس هذا تلاعب في الدين الاسلامي. يعني انت الامه الاسلاميه، خليك معي خليك ثواني، الامه الاسلاميه احنا عندنا 3 ايام يعني العيد هو العيد الاضحى المبارك. اسمع تعرف 3 ايام للتشريق يعني عيد ثواني يا حمزه ثواني يا حمزه سبحان الله تكلم عيد الاضحى المبارك هو وقفه عرفه. يعني انتم يعني عندكم وقفه لحالكم، عندكم عرفه لحالكم، وما بعرف يعني انا ما عم بقدر افهم. هاي شرائع دينيه، هذا تلاعب في الدين، هذا مش موضوع حقد. فين يعني الامه الاسلاميه كلها راح توقف يوم واحد. المغرب سيصوم يوم عرفه وليحنا تسمع ب3 ايام للتشريق، 3 ايام يعني بحق الاسلام. اذا كنت تعرف الاسلام ممكن ان تضحي بالعيد في 3 ايام بعد عرفه، كون باربعاء والخميس والجمعه عادي وانت تسمع 3 ايام التشريق. والمغرب بس انت نكرت اول يوم، انت نكرت اول يوم الاربعاء، نكرت اول يوم يعني وقفه عرفه. وقفه عرفه بسألك سؤال، وقفه عرفه هي ب3 ولا الاربعاء؟ ادرانا ب3 ان شاء الله والله 3. كيف انت بدك توقف عرفه وكيف بدك تعيد؟ بيبدا عندك اول يوم العيد يوم الخميس، طب والاربعاء وين راح هذا؟ والتشريق وهذا الاسلام نعطي التشريق يا اخي يوم الاربعاء هذا وين راح؟ يوم الاربعاء وين راح هذا مش موجود في القاموس يعني عندكم في القاموس الاسبوعي يوم الاربعاء؟ خرج كيف الصوت اسمعوني كاين وانا نسمعوك. خليه يكمل معاهم بعد ادخل يعطيك المجال. تفضل اخوي كريم، يد مداخلتك لانه في كثير على الجيز. تفضل اخوي كريم. مازال موتة هالكلب الملك هذا وسادس موتة شناعة. مازال تعالوا جيبها لها ربي ريح برك. اسف اخويا شوف سيدي خذ ورقة الاستقلال وجدتها العظيم. ثم دولة والله إلى دولة غير معترف بها. خليه ربي عبرة أبشع من شارون وقول ما قالش أخوك الجزيري يريح برك. والله أخويا الجزائري ثم دولة طوابير رغم الغاز رغم البترول والتبون مش نخوك ما معنك مش نخوك يقومون باغتصاب. يا جماعة شفتوا ليش أنا ما بحب طبع مع إسرائيل واستحمار الشعب الجزائري. اسمع لا مالكش باغي نحشموك ونجبدوا لك عيبك ونطلعوا لك الجيفة. قادر روحك. اسمع أنت أروح نقول لك شوف أنتم يخرجوا فيكم ليل ونهار، ماشي زعما يخرجوا فيكم الليل والنهار، وراك جاي هنايا على جال هذا قال لك كلمه ولا زوج بليزو مرض، لا راك سكران ولا مانيش عارف شارك ياكلوا فيكم باش ما تفيقوش، راه يقولها لك في ودنيك صراحه. هذه اسمع خويا قطعك، اسمح لي قطعتك في هذه. ديجا ما قلتلكش حاجه طايحه. انا كنشوف اسمع واش دوله تخرج تقول على الرسول صلى الله عليه وسلم احب البلدان اليه الجزائر، وتمشي لواحد يقول لك سنقايد الجزائريين قال الشعب الرسول. انت تعرف الرسول شرع الله ويتهم الرسول. تعرف الرسول انت تعرف الرسول. اسمع نتقارنوا. اسمع تعطي تقول لي الملك تقول لي رسول. يخرج انت بشرتي فيه ملك ملك ربي ملك كاش ملك. الهندي والله الهندي انت تحسب راك جاي من الهند، انت ماشي جاي من المروك، من الهند يعني حاسبك مع راك جاي بقى اخبار. والله العظيم اخويا اسالني اسالك سؤال واحد. هذاك الاعلام ما تسالنيش انا قاعد اروح كي توجبني على السؤال تاعي، اروح كي توجبني على السؤال تاعي جاوبني على انا جاوبك اخويا اعطيني جاوبني، ولكن غتجاوبني على السؤال ديالي. علاش كذبت علينا قلت لنا ما على بالناش باللي يقتلوا الاخرين يقتلوا في خوتنا؟ شكون قالها لك؟ انا قلت ما على بالناش. قلت ما على باليش قلت بصح انا كنت على بالي. انت قلت لي اسمع انت كنت حسابك هكا يروحوا يخدموا خدمه عاديه.
اسمع انا هضرت وخرجت على فان كونت كذاب وبلعوط ومنافق. حطيتي لي كلام في الفم ديالي، انا ما قلتوش بتاتا، ما قلتش انايا انا والله لا قلتها. اسمع، لا ابالي وما نحلفش انا على جبل العوض كيفك. لا اسمع، والله لم اقل انني لا ابالي الفلسطينيين عندما يقتلون من طرف اسرائيل، هذه ما قلتهاش. قلتها، كنت تدافع فيهم. اسمعوا، علاش كنت تدافع على هذوك اللي الماركه اللي طلعوا انا مع التطبيع بحكم 1.5 مليون مغربي في هذاك صافي سالت هنايا نحط رضا على جبد لك الخدامه، رضا على جبد لك الخدامه طلعها لك ستفها لك من الفوق للتحت، هذوك على